السلام عليكم، عاملين ايه؟ النهارده هتكلم معاكم عن فوط العروسة، عددهم وانواعهم والمقاسات. وايه افضل خامة نشتريها، وايه اللي لازمة فعلا، وايه اللي ممكن ما تجيبيوش ونقدر نستغنى عنه عشان برضه توفروا فلوسكم. يعني ربنا يعين كل البنات اللي بتجهز. اول حاجة عايز اقولها لكم في المفروشات عموما، مش في الفوط بس. ان احنا اهم حاجة في المفروشات نراعيها واحنا بنختار، ان احنا مش هنبقى محتاجين كميات كبيرة، بس احنا محتاجين حاجة جودتها كويسة. فبالنسبة لي هيكون ده استثمار لو أنا جبت مثلا 10 فوط، بس يكون جودتهم كويسة وألوانهم مش بتغير وخامتهم قط، على إن أنا أجيب مثلا 50 فوطة تبقى خامتهم أي كلام، والفوط تبقى بتوبر، الفوط تبقى خامتها مش كويسة ما بتنشفش. في أنواع كتير طبعا لده. بصوا، أنا جبت حوالي 24 فوطة أو 26 فوطة غالبا. في فوط تانية غير اللي أنا مصورها لكم في الدولاب، بس أنا حبيت أصور لكم الرصة لو حد برضو بيجهز جديد وحابب ان هو ياخد افكار. لو عايزين اعمل لكم فيديو اوريكم ازاي اطبقهم فيه، قولوا لي برضو في الكومنتات. بداية كده من الأعداد اللي احنا هنجيبها لفوق. أنا شايفة ان احنا ممكن نجيب مثلا 6 فوط، 6 فوط حمام كبيرة عشان نستحمى بيها، ونجيب 4 فوط وسط ننشف بيهم وشنا، ننشف بيهم شعرنا. ونجيب برضو فوط صغيرة أصورها لكم في آخر الفيديو وأكلمكم عنها بالتفصيل. ونجيب طقم فوط واحد بس للضيوف، ده يكون شيك قوي، ممكن ده نجيبه أغلى نسبيا من اللي احنا جايبينه. ويكون برضو هو بيكون فوطين، يكون فوطة كبيرة وفوطة صغيرة وعليها تطريز بسيط بس كده. وبرضو معانا من الفوط فوط المطبخ ممكن نجيب 6، ولو عايزين تزودوا عن كده برضو مفيش مشكلة. في طقم كمان انا ما جبتوش، بس انا شايفه بصراحه ان هو ممكن نستغنى عنه بفوت. هو في الاول كده كده لا، لو حد البادجت معاه ممكن سعر ان هو يجيب، ما فيش مشكله. طقم البشكير للعريس والعروسه بيكون برضو موجود في اماكن كتير وبالرينج وكده، ستارت من 2500. دي الحاجات اللي انا شفتها خامتها بصراحه كانت كويسه. الى ما لا نهايه طبعا، على حسب كل واحد ومقدرته والخامه اللي يحبها والالوان كمان. يعني ممكن نفس الموديل اللي بقى منه كذا لون والسعر بتاعه بيختلف. عايزه اكلمكم بقى عن المقاسات بتاعه الفوط. احنا بنجيبهم احجام. فالفوط الكبيره دي اللي بتكون لاستخدام اليومي. دي انا جايباها من مركز شروقي، كنت بوريها لكم وقربت لكم شويه على التيكت عشان لو حد برضه حابب يكلمهم او حاجه. بصراحة الماركة دي كانت تحفة جدا معايا وما غيرتش. وفي منها طبعا ألوان كتير، وخامتها قطن وبتنشف جدا، بصراحة كانت عملية قوي. والمقاس التاني ده المقاس الصغير اللي كنت بقول لكم عليه ان هو هنستخدمه للشنع او الشعر. وانا حاليا كمان بستخدمهم بدل فوط الاطفال عشان انا جبت بيبي. وبرضو احسن من فوط الاطفال. فوط الاطفال بيكون عليها الدباديب وبيكون عليها رسومات، والحاجات دي للاسف بتتشال مع الغسيل. فانا شايفه ان تكون ساده كده وسامبل فيها مثلا زي الخطين اللي انتم شايفينهم دول، بتكون صراحه شكلها احلى او اشيك. ده راجع طبعا لذوق الشخصي. انا قلت لكم اللي انا جبته واللي كان عملي معايا، ومن غسيل الوانهم ما بتغيرش، ما حصلش ليهم صراحه اي حاجه خالص. الفوطه الصغيره دي انا كنت جايبه منها طقم اللي هو العلبه ده، كان في 6 وكانت الوانهم مختلفه. دي الفوطه الكبيره اللي هي نص بشكير، كنت جايبه منها 12. في الدولاب انا مصور لكم فوط وفي باقي منهم بره، بس دول كانوا 12 كانوا جايين من المحله. الحقيقه مش عارفه ماركتهم ايه، بس هم خامتهم قطن صافي 100%. وبصراحه كل الوانهم ما بعتتش وبينشفوا. عايزه اقول لكم عمليين جدا جدا، يعني حقيقي اللي هو غسيل واستخدام بصراحه ما شاء الله ما شاء الله، لا قوه الا بالله. حلوين معايا جدا واستثمار كويس. وكان الطقم ساعتها كان ده من سنتين. كان طقم ال 12 قطعة كان ب 1200 جنيه. حقيقة مش عارفة هما دلوقتي يكونوا وصلوا كام. بس هي المحلة في المفروشات حقيقي لا يعلى عليها، بصراحة أنصحكم بيها جدا. في برضو خامات كثيرة في التركي. هي التركي بصراحة حلوة وناعمة جدا، بس ألوانها بتبهت وما كانتش كويس. أصحابي كانوا جايبين منها. الفوط كمان عايز اقول لكم ما تجيبوش عليها، الفوط لطيفة مش عملية خالص، ما بتنشفش للأسف، هي شكل بس حلو. لو عايزين تجيبوا منها ممكن تجيبوا واحدة أو اتنين، بس مش أكتر من كده. اخر حاجه عايزه اكلمكم عليها الفوط بتاعه المطبخ والفوط بتاعه العروسه. فوط المطبخ ده كان طقم 12 قطعه، دول اخر 2 منه. انا بحتاجهم بصراحه جدا ومهمين. والريفوت بتاعت العروسة والعريس دول آخر طقم أكلمكم عليه النهاردة في الفيديو. هي دي كانت باك كده على بعضها 12 واحدة. حاولوا تجيبوها خامتها كويسة وما تسترخصوش فيها.
بس ان شاء الله اشوفكم الفيديو الجاي هكلمكم فيه عن الملايات